ساعات بعد ما تكمل المونتاج متاعك بتاع الفيديو تحس اللي الدخلة ماسطة شوية ولا لسه سلو شوية، وتتأكد وقتها اللي يلزمك هوك حاجة تشد بها العباد باش تخليها فك 3 سكندات الأولى تركز معاك وتكمل الفيديو. وماني نعرفك بخلي برشا نشوفوا مع بعضنا كيفاش نجموا نعملوا هوك باهية من الفيديو بيدو اللي منتجته، من غير ما نقعدوا نصنعوا فيه هوك أخرى. من الفيديو بيدو اللي منتجته نجم نصنعوا هوك. ايش نشوفوا مع بعضنا في برنامج دافنشي ريزولف في أقل من دقيقة. احنا نحبوا نحاولوا من السيكونسات هذا نصنعوا هوك. أول حاجة نعملهم سيلكت الكل مع بعضها، وبعد كده رايت كليك على واحد من الكليبات باش نطولها، بعد ننزلوا على تشينج كليب ديوريشن. لهنا لهنا نقولوا له فريم مش تايم، وفي الفريم نقولوا مثلا 5. هو باش يحول لنا الكليبات هذوكم الكل 5 فريمات. لهنا مهمة برشا واحنا عاملين السليكسيون تاعنا دي، نمشيو لإيديت مش فايل ولا دي إيديت، بعد كده نقولوا له ديليت جابس. فهو الفراغات الكل باش ينحيهم من غير ما تقعد تلصق فيهم. وتنجم تقول هي كالريكاب معناتها الملخص نتاع الفيديو الكل انت لخصته بالريفريمينغ في بارتي معينه نتاع 2 3 سكوند باش تولي كل مع بعضهم وتكون لك هوك باهي باش حتى اللي يدخل تجبد تخليه يتفرج. اذا كان عجبتكم العفسه وتحبوني نعمل فيديو اخر نوريكم كيفاش تعملوا نفس الفازه في بروجرام بريمير برو، تنجم تحطوا لي في الكومنتات واني مانيش باش نعمل الفيديو خاطر نكره بريمير برو.